بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تتوجه إليكم أم علي الخياطة بهذا الحديث، وقد نقلنا لكم جزءا منه عن متاعب الخياطين والخياطات مع الزبائن. أم علي الخياطة تتحدث إليكم. شكرا. الله يخليك عمي، نتوسل. شو تقولن قولن، من تجين تخيطين دشداشه تعاي خذيها، وحسبي حسابك انه انت عندك قطعه يم الخياطه، ومفروض وواجب تعطيها اجرها وتاخذين قطعتك. الله يخليك. ترى والله احنا تعبانين، والله العظيم تعبانين. يعني احنا ننتظر ال1000 وال2000 مالتك وانت مضربة التغليسه. زين ليش تخيطين؟ ليش؟ انت حسبي حسابك من تشترين القطعه، حسبي حساب الخياط. حرام عليك. قولي هاي المرة جوز الشور بيه تعطل كل اموري. والله عمل واحد يوديك بمتاهه. زين ليش؟ الخياطة معصومة؟ لا، الخياطة مو معصومة، بس الخياطة تعبانة، عارفة بيتها، عارفة جهالها، عارفة نفسها، عارفة أمها، عارفة خواتها، عارفة كل الدنيا. انت تطلعين وتروحين وتجين وتاكلين وتشربين وتنامين وتتصرفين بكيف كيفك، والخياطة مربوطة بالماكينة. زين هسه أنا هسه أسولف لك. أنا مرة على باب الله أفتح بث، ابتليت لو مو ابتليت.